الانتخابات وأجواءها مثلا؟ طبعا الانتخابات شيء اساسي بحياتنا خصوصا بهذه الفتره. اظن الانتخابات هي الاولى من نوعها منذ عقود من الزمن، لم يجري الانتخابات بهذا الشكل، فكان المرشح الوحيد. الان عندنا 3 مرشحين، وطبعا هذه لعبه ديمقراطيه تعبر عن حال البلد الى حد ما، والحالة التي تسبق الانتخابات انا برايي لا باس من حيث الحملات الإعلانية أو الدعائية للمرشحين الثلاث، ولكن يجب أن نتوخى الدقة والحذر في كل تصرف نقوم به نحن كمواطنين. الانتخابات بشكل عام هذا رأيي للشعب، يعني بالأخير هذا الرئيس راح يكون للشعب، هو حرية للجميع، كل واحد عنده أصواته، وأكيد الأجدر هو اللي راح يحكم البلد، بس كان إن شاء الله يكون يعني حسن الوضع، نود بالأخير ما يتحسن الوضع. أكيد مع الديمقراطية ومع الحل السياسي في البلد. بشكل عام موافقين راح نشارك بالانتخابات. لازم كل العالم تنزل تنتخب، ولازم يعني هي الديمقراطية. برأيك الأزمة ممكن تنحل بعد الانتخابات؟ لا، هو هذا يعني الحمد لله أنا شايف الأمور تحسن، مؤشرات الفرج إن شاء الله قريبة، وبعتقد هاي حجرات البناء اللي بتخلي الطرف الآخر حالة صدمة نفسية صعبة، وإن شاء الله إنه الفرج قريبة تخلي الناس بشكل عام تعبت وملت. وجهة نظري بداية لحل الأزمة، لا يمكن أن تنتهي الأزمة مع انتهاء الانتخابات، ولكن تشكل أرضية أو بداية مناسبة لإنهاء الأزمة. بنسبة 40% لا. لا، الانتخابات ما لها علاقة بالأزمة. هذا الشيء ما راح تفرق الانتخابات. هي كانت عند الغرب إنه بس إنه يتنحى السيد الرئيس مشان يشيل الموضوع، بس ما بتوقع ما راح يكون انتهاء الأزمة إلى طلعت على البرنامج السياسي للدكتور حسان النوري أو سيد ماهر الحجاج؟ أنا حقيقة ما طلعت. الأهم من برنامجهم خاصة الأستاذ ماهر الحجاج يعني قد يكون أحسن الناس، بس أنا يعني السياسة المفروض تكون شخص معروف قديم، يعني ما بكفي أنا أحكي، ما بكفي طرح البرنامج إذا ما كان معروف من زمن طويل. بالنسبة لي أنا يعني ما طبعا اطلعت أنا من خلال اللقاءات التلفزيونية التي جرت على شاشاتنا أو شاشات أخرى، ولكن للحقيقة لم أقتنع كثيرا بما طرحه كل من الحجار والنوري. سيادة الرئيس بشار نعرف يعني، بس بالنسبة لسيد نوري والسيد ماهر الحجار، بالنسبة لي نوري أفكاره أحسن بكثير. يعني لقيت شيء له علاقة بالاقتصاد ومع اقتصاد، وحاليا أنا في قصص أهم من الاقتصاد برأيي يعني. والله ما تابعت ولا شو ناطر من الرئيس الجاي؟ هلا الناطر من الرئيس الجاي انه يحل الازمه اول شيء، السياسيه والاقتصاديه، تمام، يعني ما نرجع لورا كثير ونتقدم لقدام اكثر يعني. طبعا السؤال او التمني على الرئيس القادم للبلد هو الضرب بيد من حديد على الفاسدين والانتهازيين في هذا البلد. انه احنا ما بدنا غير سيادة الدكتور بشار الاسد، لانه كانت البلد ورح تكون بفضله وبجهوده احسن مما كانت بألف مرة. في حال غيابه عن السلطه رح يفكر الاطراف الثانيه اللي هي الاطراف اللي على اساس معارضه، رح تفكر انه فرصتها ترجع تعمل حركه جديده. انه هو ابن محافظ الاقصر خلى هاي البلد 40 سنه، شلون احنا هو ابنه وتربيته لازم نضل معه وراه. يعني نحن بس بيهمنا انه ترجع بلدنا مثل ما كانت ومثل ما كنا عايشين، لانه نحن كنا عايشين احسن عيشه وبس، ما بنتمنى غير هيك.